من أهم الأدوات اللي لما فعلا فعلتها في حياتي حسيت إن أنا بوصل لأهدافي زي ما أنا عايزة، خلتني منضبطة أكتر، ملتزمة أكتر، شالت من دماغي صداع التفكير بتاع إن المفروض هعمل إيه عشان أوصل لإيه. بس ما كنتش أعرف ساعتها. لما بدأت أقرأ وأسمع وأذاكر أكتر وهكذا، اكتشفت إن دي أداة من أهم الأدوات. إحنا مينفعش نحط الأهداف كده وهي هتشتغل لوحدها. والأداة دي هي بناء نظام، نعمل سيستم لليوم. وانس ما تعمل السيستم بتاع اليوم بتاعك هتحس ان انت ماشي في الهدف بتاعك من غير ما انت عمال تفكر. والنظام ده لازم يكون متكون من خطوات محددة من بدري، وبتتكرر كل يوم بشكل اوتوماتيكي من غير ما انت بتفكر. احنا كبشر مش بنشتغل على الوقت ولا على الاهداف بتاعتنا، ولا احنا بنشتغل على الطاقة. انا كل ما كان عندي طاقة كل ما قدرت ادي اكتر. فانا لما انا بصحى من النوم طاقتي اوريدي مهدره في ايه، في بصحى من النوم اصلا قرفان ومتضايق ان انا ما اشتغلتش امبارح. طب هعمل عندي هم على الاهداف اللي انا كتبتها وما عملتش منها حاجه، فبفضل احلل وافكر طب هقعد اكتب اعمل ايه. قعدت شويه على الميديا، خلصت الحاجات الملحه والمطلوبه مني لازم اعملها لناس تانية. اجي اقول بقى بسم الله يلا نشتغل، انا ما عنديش طاقه اصلا عشان اعمل اللي المفروض يتعمل. الاهداف لما ما بيكونش محطوط لها سيستم واضح للعمل بتبقى عامله زي الشيء اللي عمال يشفط طاقتك، بيشفطها بيخليك منهك. لان هو حاجه من الاتنين، يا بتفضل تفكر فيها انا ما عملتهاش فجلد ذات ولوم وتأنيب ضمير، يا اما الحاجه التانية ان انا ببقى عايزه اعمل كل حاجه في اللحظه دي. فيحصل ايه اخر اليوم؟ الحاجات اللي مطلوبه مني لناس تانية في حياتي او المطلوبه مني اعملها في حاجات تانية ما بتتعملش. بكون منهك بشدة لان انا خلصت كل طاقتي في ان انا اخطط وانفذ واشوف النتائج في نفس اليوم. فبالتالي انا ما بوصلش لحاجة. زي بالظبط انا عندي هدف ان انا اخلص 50 كتاب، فبصحى كل يوم مشغول بالهدف ده. طب فالنهارده بقى هقعد هقرا 20 صفحه، بكره لا الهدف كبير طبعا لازم يخلص، طب النهارده 30 صفحه، اليوم اللي بعديه مفيش، اللي بعده مش قادر. ومديلي بقى على الكلام ده شهر كمان، ارجع افوق بقى اقول لا ده انا عدى شهر وما عملتش فيه حاجه، طب النهارده بقى نقرا 50 صفحه عشان نوصل للهدف بتاعنا. كل ده عشان عينيا على الهدف الكبير، عايز بسرعه الحق اخلصه واتدارك الوقت اللي ضاع مني. فبيصيبني بايه؟ بالانهاك الشديد، بالاحباط الشديد. انما السيستم بيجبرك على التركيز على النهارده وبس. فكل يوم انت مركز على النهارده وبس، فتلاقي نفسك فجأة من كتر شغلك على النهارده وبس النهارده وبس لسه وصلت. انما الهدف انا بصحى كل يوم الهدف في دماغي، الديستنيشن قصاد عيني، الوجهه بتاعتي، مشغول بيها عن اي حاجه تانية. فبيجيلي احباط لان هي بعيده، هي اوريدي بعيده جدا، وانا هنا اصلا زيرو. مثلا انا زيرو عايزه اوصل ل100، فرق فظيع. هما مش بيقولوا ان الاستمراريه هي سر الوصول للنتائج العظيمه؟ اهو السيستم هو اللي هيحللك معادله الاستمراريه. زي مثلا حد بيعمل فيديوهات وعينه ان هو السنه دي عايز يبقى 50,000 متابع، فكل ما يعمل فيديو ينزل يبص على المشاهدات، يبص على الادوات بتاعته المفروض تتطور ازاي، يبص على فيديوهات الناس التانية، طب هم وصلوا لايه، طب هم عملوا ايه، طب هم قعدوا قد ايه، ومشغول بالكلام ده عن الخطوة الحقيقية اللي هتوصله، اللي هي خطوة ايه؟ السيستم. انا عيني على الايه؟ ان انا اوصل ل50,000. حلو، طب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مثلا مني ان انا انزل 3 مرات في الاسبوع. حلو، هي دي الخطوة الكبيرة. طب تعالى قسم لي بقى الخطوات دي لخطوات صغيرة على مدار الأسبوع. فأنا كل يوم بصحى من النوم عينيا على الخطوات البسيطة اللي بعملها كل يوم، اللي هتخليني أنزل 3 فيديوهات في الأسبوع، اللي هتخليني أوصل ل50,000. إحنا بنعمل إيه؟ أنا عينيا على الديستنيشن، صح؟ عينيا على الوجهة بتوع الأهداف. فأنا بصحى من النوم بعمل مثلا فيديو، اوكي عملته النهارده، عملت اول اسبوع تمام، تاني اسبوع، تالت اسبوع، عاشر اسبوع، مفيش نتيجه قوي. فبيجي لي ايه؟ بيجي لي احباط عشان عينيا على الديستنيشن. لا، انت لو عينيك على السيستم خلاص هتعرف ان السيستم ده تأثيره تراكمي. ممكن نتيجته بعد 30 اسبوع ما بانتش، بس تبان في الاسبوع ال40. فاهمني؟ في الاسبوع ال41. وده اللي بيحصل. ده مش كلامي، ده كلام تجارب ناس حقيقية، انا كنت واحدة منهم. طيب عشان اعمل نظام صح، النظام له كذا شرط. قبل ما نعمله ونبدأه هديكم مثال في الآخر، بس عشان نعمله له كذا شرط. أول حاجة يكون سهل جدا.
سهل جدا لدرجة ان هو غير قابل للنقاش، خطواته غير قابلة للنقاش، غير قابلة للتسويف. ده رقم واحد. رقم اتنين، تركيزي الكامل يكون عليه، مش هركز على اي حاجة تانية ولا على الهدف، ولا هفتكر اصلا ايه هدفي، انا بس مركز معاه هو، عينيا عليه هو، ان السيستم بتاعي اليوم النهاردة تك اتعمل. ده المطلوب مني. تالت حاجة، اعمل تتبع للسيستم بتاعي بشكل اسبوعي او بشكل شهري، عشان اشوف هل النظام اللي انا حاطه دوت نظام صح فاكمل عليه، ولا نظام غلط المفروض اعدل فيه، ولا نظام ضعيف قوي المفروض ان انا اعلي منه شويه. مثال بسيط، انا هجيب ورقه وقلم، تمام، وهكتب الهدف بتاعي، وليكن مثلا انا هدفي ان انا اوصل بقى للرشاقه اللي نفسي فيها، وان انا مثلا ان انا محتاجه عشان اوصل للرشاقه دي 20 كيلو اخسهم. طيب انا دلوقتي فاضل لي في السنه ديت حوالي 5 شهور. طيب ايه اللي ممكن اخسه في ال5 شهور؟ لازم طبعا ان يكون الهدف اللي انا هحطه يكون سمارت، يكون حاجه حقيقيه قابله للتطبيق. فانا هحط ان انا خلال ال5 شهور دول اخس لي 8 كيلو. اوكي، 8 كيلو هدف واقعي قابل ايه للتطبيق. حلو، ماشي. حوالي كل شهر هخس لي من كيلو لكيلو ونص. حلو قوي، دي حاجه يعني بسيطه ممكن اقدر اوصل لها. هسأل نفسي بقى السؤال المهم، ايه الخطوات البسيطة اللي ممكن اعملها كل يوم توصلني ان انا اخس 8 كيلو اخر السنة، او تخليني اخس الكيلو الى كيلو ونص اخر الشهر. هنا بقى السر، الخطوات تكون بسيطة جدا جدا. يعني احنا مش عايزين ننسى، هو بجد كل حاجة احنا بنقولها فيها عمق. احنا مش بنتكلم بس مجرد سيستم، لا احنا كمان في مايند سيت بتمنعني ان انا اقوم بالخطوه. طب بتمنعني ليه؟ عشان الخطوه كبيره عليا، انا اوريدي ستك في يعني ايه، غارز في روتين تاني. فانا ما ينفعش احط لي روتين جديد وسيستم جديد وانا غارز في روتين تاني صعب قوي الطلوع منه. لذلك السر دايما في الخطوات البسيطه جدا. طيب، فانا عايزه احط خطوات بسيطه عشان اوصل للهدف دوت. هعمل ايه؟ اول حاجه، مطلوب مني عشان اخس مثلا كيلو كيلو ونص في الشهر، امشي ربع ساعه في اليوم. بس انا المشي صعب بالنسبه لي، ما بحبش اطلع برا البيت، انا مش هشارك في جيم. حلو، هفتح اليوتيوب واشغل ووك ات هوم ربع ساعه. لا، ربع ساعه كتير عليا، 10 دقايق. 10 دقايق كل يوم ووك ات هوم، احط الموبايل باللبس بتاعي اللي انا لابسه واحطه واشتغل ووك ات هوم 10 دقايق. اوكي، دي خطوه بالنسبه لي اكسبتابل. حلو. رقم 2، الخطوة التانية اللي ممكن اعملها ايه توصلني لهدفي برضو بتاع الكيلو كيلو ونص، ان انا مش قادرة اسيب الاكل دلوقتي، مش قادرة اعمل دايت، مطلبوش مني حاجة صعبة. طيب بس ايه اللي ممكن اعمله؟ انا والله ممكن اكل اكلي العادي واعمل جنبه صيام متقطع. حلو، بس صيام 20 ساعة و4 ساعات و18 ساعة، ولا لا لا مش هعمل الكلام ده. طب تعالي نبدأ بحاجة بسيطة. ايه رأيك تصومي 12 ساعة وتفطري 12 ساعة، او تصومي 14 ساعة وتفطري 10 ساعات؟ دي حاجة اكسبتبل برضو بالنسبة لي، مقبولة. يبقى انا اتفقت معاكم على خطوتين، او اتفقت بيني وبين نفسي على خطوتين، ان انا همشي كل يوم 10 دقايق ووك ات هوم في البيت. 2، ان انا هاكل اكلي العادي، ده اول شهر في السيستم، هاكل اكلي العادي بس هصوم 12 ل 14 ساعة على حسب ساعتها ربنا قدرني على ايه. حلو قوي قوي قوي. وتالت نقطة هحطها في السيستم بتاعي مثلا، ان انا مش هجيب شيبسي ولا بيبسي من بره الشهر ده، انا هقطع فيهم الحاجات ديت. ده بالنسبه لي مقبول، مقبول. انا حطيت 3 خطوات بسيطه اقدر اعملهم. ممكن تكون ال3 خطوات دي بالنسبه لحد تاني كتيره كبيره، يبقى اكتفي بخطوتين سهلين، اغير في الخطوات. المهم احط خطوات تمشيني تجاه الهدف ده، حتى ولو يبدو ليك ان الخطوات دي تافهه جدا عمرها ما هتوصلني. هنا اللعبه، هنا السر. تراكم الخطوات التي تبدو انها لا تصنع اي فارق هي دي اللي هتوصلك في النهايه. انا حوشت كل شهر مبلغ، اكيد اخر السنه هيكون معايا مبلغ كويس. طب لما بحوش خالص عشان خاطر انا حاسه ان المبلغ الصغير اللي هحوشه لن يصنع اي فارق، يبقى عمرك ما هيكون معاك فلوس. نفس الحكايه في كل الاهداف في الحياه. انا شايف ان الخطوه الصغيره لن تصنع اي فارق، بس لو مشيت عليها اكيد هيكون في فرق. حتى لو اخر السنه ما خسيتش 8 كيلو بس خسيت 5 كيلو، انهي احسن؟
مفيش، ولا في نتائج تخليني تحمسني ان انا اخد بقى الخطوه الصعبه؟ المهم زي ما قلنا من شروط السيستم انها تكون خطوه غير قابله للنقاش، خطوه سهله عليا على الاطلاق، ده اللي هينجح السيستم بتاعك. يبقى بعد ما احط الهدف بتاعي الكبير اللي انا عايزه اوصل له، هدف 2 3 ايا كانت الاهداف بتاعتك، احطها قدامي واسال نفسي ايه الخطوات البسيطه اللي ممكن اعملها تجاه الهدف ده تصنع فرق خلال ال5 شهور دول ولو فرق بسيط، واكتبها واستمر على الخطوه دي كل يوم بشكل متكرر. ما ورايش حاجه، هي انا ورا الخطوه دي. هيصيبني الملل، ده اكيد، وهنعتبر ان هي دي الضريبه اللي انت هتدفعها عشان توصل للهدف بتاعك، لان كلنا لازم ندفع تمن الحاجه اللي احنا هنوصل لها.